ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على تمان الأكملان نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الدائم قضايا إريتريا. اليوم سنتناول قضية مهمة، هي كانت حادثة السوشيال ميديا في أوساط الإريتريين، حادثة فاجعة أو فجع بها جميع الإريتريون، وحادثة لم يسبق لها قبيل حقيقة في مجالات اللاجئين الإريتريين. فوجئنا جميعا بقتل فتاتين من قبل شاب إريتري، وهذه لم تكن حقيقة سابقة، ولأول مرة يحصل مثل هذا في بلاد غير المسلمين. ولذلك كان جدير بنا أن نتحدث عن هذا الموضوع، وأن نتحدث عن حكم قتل المسلم بغير حق، وأن نتحدث عن مكانة المرأة الإسلامية، ونتحدث عن هاتين الفتاتين ونعزي أسرتهما وندعو لهما بخير. باسمكم جميعا مشاهدينا الكرام، أرحب بضيفي الجديد العزيز الكريم الشيخ محمد عبده، الذي نزل عندنا ضيفا جميلا. فباسمكم جميعا أرحب بهذا الضيف الكريم. حياكم الله شيخ، جزاكم الله خير. حيا الله شيخنا، يا مرحبا بكم. مشاهدينا الكرام، كذلك أرحب بكم. نستمع إلى هذا التقرير ثم نواصل حديثنا في هذه الحادثة الفاجعة. نعم، إليكم. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. صدق الله العظيم. مع ارتفاع موجة جرائم القتل في كل مكان في العالم، والضحية في معظمها نساء، والقاتل من الشباب الذين هم من المفترض من سيبنون مستقبلنا ويطورون عالمنا، جريمة قتل أخرى تضاف إلى هذه الموجة، وهذه المرة بالذات تطرق باب دولتنا الحبيبة إريتريا. فالقاتل والمقتول وحتى الجرح النازف إريتري بامتياز. زهرة ويسرى، إريتريتان في مقتبل العمر، تعيشان في ألمانيا، لم ترتكبا أي جرم سوى رفض زهرة الزواج من القاتل، فكان قراره أن يحزن الناس يوم عيدهم. ففي عيد الأضحى، وعندما كان المسلمون يستخدمون السكين لذبح الأضاحي، كان هو يستخدم الفأس لقطف حياة زهرة ويسرى، لهما الرحمة والمغفرة ولأهلهن الصبر والسلوان. ليأتي السؤال: هل ستستمر هذه الموجة طويلا؟
عدنا إليكم مشاهدينا الكرام. شاهدنا إلى هذا الخبر المؤسف، حيث أقدم هذا الشاب بقتل فتاتين في يوم العيد. سبحان الله، ولا أدري لماذا اختار هذا اليوم، يوم عيد الأضحى المبارك. سبحان الله. هذه هي الحادثة الثالثة أو الرابعة التي نسمعها في هذه الأيام من قتل الفتيات بسبب رفضهن للزواج من الرجال. هذا شيء غريب وعجيب. الرفض مستمر من مئات السنين، للمرأة الحق أن ترفض، ليس هذا أول مرة. الشباب يرفضون منها هنا ويقبلون منها هنا. لم نسمع بمثل هذه الحوادث، الجراءة على القتل لمجرد رفض المرأة أن تتزوج بالشاب. هذا شيء عجيب وغريب. ما الذي يحدث؟ هل هناك أمور تحدث من وراء الكواليس؟ هل هذا أمر دبر بليل؟ هل يريدون للمرأة شيئا؟ الله تعالى أعلم. من واجبنا كدعاة أن نتحدث عن حرمة المسلم، ونتحدث عن عظيم دمه، ونبين حكم القاتل، مصيره في الدنيا ومصيره في الآخرة. حياكم الله شيخ محمد. الله يحييك شيخنا. أولا أحمد الله سبحانه وتعالى، اللهم صل وسلم وبارك على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحقيقة الخبر الذي سمعناه، التقرير الذي رأيناه، شيء مؤلم جدا أن يحدث من شاب مسلم يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويؤمن باليوم الآخر. كيف هذا الرجل أن يقدم على قتل نفس معصومة وبطريقة بشعة جدا، وفي يوم محرم وفي يوم عيد وفي يوم فرحة المسلمين يقدم أن يذبح فتاتين مسلمتين؟ هذا حقيقة قساوة القلب. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. هذا الرجل أو هذا الشاب لو كان يذكر الله، لو كان يعظم الله سبحانه وتعالى في قلبه، لما أقدم على قتل هذين الفتاتين. سبحان الله، كيف أطاعه قلبه أن يقدم على قتل. فطوعت له نفسه، فطوعت له نفسه. سبحان الله، قتل الفتاتين. الله أكبر، الله أكبر. حكم ذلك يا شيخ محمد، حكمه هذا لا شك أنه محرم شرعا. ولذلك الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات في القرآن ذكر لنا كما رأينا في التقرير: من قتل مسلما ومن قتل مسلما متعمدا ومن يقتل مسلما متعمدا فجزاؤه جهنم. الله سبحانه وتعالى حكم عليه أنه سيدخل جهنم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني ينبه المسلمين، يقول: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. النفس معصومة، الله سبحانه وتعالى لا يحل لأحد أن يقدم بقتل نفس إلا بالحق، وهو كذلك لا يحق له أن يقدم بقتلها إلا عن طريق القضاء الشرعي. وهذا الشاب للأسف الشديد أنه كونه امتنعت هذه الفتاة أن تتزوج به يقدم إلى قتلها. حقيقة كما قلت يا شيخنا سنتكلم عن هذا الأمر بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن عن حكم هذا الأمر، الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. انظر، الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن مؤمن يقدم على قتل أخيه المؤمن، على قتل أخيه إلا خطأ. نعم. وإذا قتله خطأ إيش حكمه؟ عليه فدية. انظر سبحان الله. لذلك الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات، الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. الدم الحرام. ولذلك كثير من أهل العلم، بل الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول الإنسان المسلم يعني لا أرى أعظم ذنبا
بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى من إزهاق النفس المعصومة. النفس المعصومة تزهقها، هذا يعني كبير من كبائر الذنوب. ولذلك الله سبحانه وتعالى حكم لمن سن هذه القتل أن يتحمل ذنوب جميع القتلة إلى يوم القيامة لعظم هذا الأمر. فالقتل بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين هو محرم، وصاحبه مخلد في النار، أو أنه يستحق دخول النار بما أقدم عليه بهذا الفعل. نعم شيخنا. قوله تعالى يا شيخ محمد: والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذه النفس هل المقصود بها النفس المسلم فقط ولا عموم النفس، عموم الأنفس؟ بلا شك أن المقصود بها عموم الأنفس. حتى النفس الكافرة لا يجوز للمؤمن المسلم أن يقدم على قتل النفس الكافرة إلا بالحق كما قال تعالى. الله. نعم. لو تعلق علينا في هذا الموضوع. جميل هذا الكلام. كما قلتم شيخنا، كل نفس الله سبحانه وتعالى جعل لها حرمة، بل لا أقول الإنسان يا شيخنا، حتى الحيوان لا يقتل. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عن الهرة يقول صلى الله عليه وسلم: امرأة دخلت النار بسبب هرة. نعم. ليست بسبب نفس معصومة. ولذلك الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم. بني آدم الإنسان مكرم الله سبحانه وتعالى، سواء كان مسلما أو غير مسلما، هذا الإنسان كرمه الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يضرب لنا مثل بمن؟ بهذه المرأة التي قتلت الهرة. قال: لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فبسببها دخلت النار. فكيف بمن يقتل نفس معصومة ومسلمة أيضا؟ نعم مسلمة، يعني إذا كان مسلمة ذلك سيكون حرمته أعظم عند الله سبحانه وتعالى. طيب شيخنا الشيخ محمد، من قتل مؤمنا متعمدا ذكرتم أن عقوبته في الآخرة أنه مخلدا في النار، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه 3 عقوبات منفصلة. يعني لو تشرح لنا بالتفصيل، ثم تشرح لنا أيضا فيما يتعلق بعقوبته في الدنيا. يعني ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. نعم. جميل. الآية قول الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هذه واحدة. نعم. هذه واحدة. الله سبحانه وتعالى حكم هذا المجرم، هذا القاتل بغير حق، أن الله سبحانه وتعالى سيدخله جهنم كما قال الله سبحانه وتعالى خالدا فيها. طبعا لأهل العلم في ذلك القول يعني كلام أنه يخلد فيها إن كان استحل قتلها. فإن استحل قتل هذه النفس المعصومة المؤمنة فإنه يخلد في النار، لأن الله سبحانه وتعالى حرم القتل وهو أحل القتل. بتحليله باعتقاده حل قتل النفس هذه سيكون مخلدا في النار. أما إن كان لا يعتقد بحلها أنه سيستحق دخول النار، الله سبحانه وتعالى سيعاقبه بجهنم، نسأل الله السلامة والعافية. ولكنه إن كان مؤمنا، إن كان موحدا، لا يخلد فيها، إنما يعاقب فيها بقدر جرمه ثم يكون مآله إلى الجنة. ومعنى يعني قوله خالدا فيها هنا يكون المكث الطويل في جهنم، نسأل الله العافية والسلام. نعم. خالدا فيها وغضب الله عليه. هذا أمر عظيم. يعني غضب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى، ولذلك سبحان الله أي أمر فيه غضب الله سبحانه وتعالى ولعنه يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. هذه الأشياء يعني إن اقترفها هذا الإنسان وغضب الله سبحانه وتعالى سواء كان في الدنيا وسواء كان في الآخرة، فإن هذا الإنسان سيعيش تعيسا في هذه الدنيا
وسيدخل النار كذلك بغضب الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا رحيم، ورحمته يعني الله سبحانه وتعالى ادخر 99 رحمة في الآخرة، وله 100 رحمة سبحانه وتعالى. رحمة واحدة نزلت في هذه الأرض بها يتراحم الخلق. يا سلام. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هذا الرحيم الذي يعني لديه 100 رحمة غضب على هذا الإنسان، معناه ما أقدم عليه هذا الإنسان جرم عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وبذلك استحق دخول النار، وهذا شيء عظيم. هذه الثانية. أما الثالثة: وغضب الله عليه ولعنه، يعني كلها عظيمة. الله. ما معنى اللعن؟ اللعن طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. يعني فإن هذا مثل الشيطان طرد من رحمة الله، طرد من رحمة الله، ومن يقتل يطرد من رحمة الله سبحان نسأل الله العافية والسلام. هذا شيء عظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الشاب الآن ماذا استفاد؟ أزهق نفسين كريمتين، ثم أيضا عرض نفسه لعقوبة عظيمة من الله عز وجل. ربما ينجو من عقوبة الدنيا يعني التي أنت ستحدثنا عنها الآن، لكن هل يستطيع أن ينجو من عقوبة الآخرة؟ طبعا شيخنا هذا جميل، ما نسينا هذا الأمر، وهو أن عقوبة القاتل في الدنيا أن يقتل، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ولكم في القصاص حياة. إذا كان هذا الأمر لو طبق هذا الشرع في أي مكان لا يقدم أحد، هذا المجرم لو رآه يعني كل الناس يطبق شرع الله سبحانه وتعالى عليه لا يقدم أحد على هذا، ولذلك الله سبحانه وتعالى سماه حياة. لماذا؟ ما بعده سيكون حياة، لا يقدم أحد على هذه الجريمة النكراء. لذلك من قتل نفس يقتل، إلا أن يعفو أصحاب الدم. فإن عفى أصحاب الدم عفي، ولكنه سيعاقب بجرمه، وكذلك إضافة إلى ذلك لديه ماذا؟ دية. طيب بارك الله فيك. طيب السلام عليكم. لحظة بس شيخنا الكريم الشيخ أبو الرشيد، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا أبو الرشيد، شيخ محمد جمعة. طيب احنا أبو الرشيد حقيقة وقف على هذه القضية وكان له مداخلة جيدة، سنعود إليه إن شاء الله. أحسنتم شيخ محمد، جزاكم الله خير. فعلا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فلو طبق حكم الله عز وجل وهو لكان خيرا للبشرية، واليوم البشرية ترفض حكم الله تبارك وتعالى ويعثون في الأرض فسادا، ويقتل الإنسان بدم باردة وبدون أي جاء الإسلام واحترم هذه الدم أيا كانت، سواء كانت يعني دم مؤمنة أو كانت دم كافرة، فهي معصومة عند كتاب الله وعند المسلمين. ولكن البشرية ترفض مع الأسف إلا من رحم الله هذا الخير العظيم، وتحارب كتاب الله عز وجل ولا يريدون أن يطبقونه في زمن. السلام عليكم أبو الرشيد، يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا حياكم الله وبارك فيكم. نحن نناقش قضية الفتاتين اللتين قتلتا ظلما في ألمانيا، وأنتم وقفتم على قضيتهما. لو تشرحوا لنا يعني عن سبب هذه الحادثة، وأيضا يعني رسالتكم للشعب الإريتري من خلال هذه الحادثة التي لأول مرة تحدث في الجاليات الإريترية في أوروبا. السلام عليكم. عليكم السلام. هل سمعت سؤالي؟ شيخ أبو رشيد، هل سمعتم سؤالي؟ دخل اتصال قطع. أنا أسمعك، هو ما يسمعني. طيب نعيد الاتصال بالشيخ، رجاء منكم أعيدوا الاتصال بالشيخ. طيب الشيخ محمد، علمنا عظمة المؤمن ومكانته، علمنا أن قتل المسلم محرم في جميع الأديان، يعني قتل النفس
سواء كان مسلم أو غير مسلم، محرم في جميع الأديان ومجرم في جميع الدول. تختلف الدول باختلاف حكمها، ولكنه هو مجرم جدا. وعرفنا مكانة المسلم وعظمته. الآن يعني حينما يكون القتل على المرأة الضعيفة المسكينة، برأيكم أولا لماذا هذه الحادثة ظهرت؟ في مصر فتاة تقتل على باب الجامعة يذبحها خطيبها لأنها رفضت أن تتزوج منه. في الأردن أيضا تقتل لنفس السبب. واليوم نسمع في جاليتنا الإريترية فتاتان تقتلان لأجل هذا السبب. ما هو يعني برأيكم ظهور هذه الظاهرة الآن؟ حقيقة شيء غريب، يعني في وقت قصير جدا حصلت هذه الحوادث وشتى بلدان الإسلامية، يعني شيء مستغرب. السلام عليكم. نعم، المعذرة أبو الرشيد، أنت مستعجل وإحنا ما نريد نشغلك. السؤال هو أنتم وقفتم على قضية الفتاتين اللتين قتلتا ظلما وعدوانا في ألمانيا من شاب إريتري أيضا مع الأسف، وفي يوم العيد. تعليقكم حول ذلك وما هي رسالتكم للشعب الإريتري؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن طبعا حادثة مؤلمة، ويمكن أنا لا أعلم حادث بهذا الحجم في حياة الإريتريين، ولذلك صدم هذا الحدث جميع الإريتريين في العالم. الله أعلم السبب الظاهر العشق والمحبة ظاهر الأمر، لكن الولد أولا ولد صغير، يعني أيضا عمره 29 سنة، وللأسف هو وحيد وهو أبوه توفي، وكان الولد جيد في الدراسة في إريتريا. لكن هذه مخاطر الهجرة ما كانت لماذا حدث الولد أثناء الفترة التي في أريتريا، لأن الفعل الذي ارتكبه ليس فعل إنسان، الإنسان مجنون، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فنحن الشيء الذي يهمنا أول نسأل الله عز وجل ربنا أن يربط على قلوب ذوي الكتين الله، وكذلك أن رب يربط على قلب أم الولد التي لا تملكه في هذه الدنيا بعد الله سبحانه وتعالى. فبقدر ما الناس أيضا تفكر على حادث بالنسبة وأهل البنتين، لكن أيضا أهل الولد مساكين مصدومين من هذا الحادث وفي مصيبة كبيرة، والولد ضيع عمره وضيع يعني وأزهق حياة الناس. ف حرمة الدماغ نتكلم، لكن الشيء الذي قاعد نواجهه الناس لما تخالف شرع الله سبحانه وتعالى وترسل بنات في عمر 20 سنة 22 سنة وحدهن في غورة وفي الخارج وفي طريق ليبيا وفي مخاطرة. نحن ربما نتفهم الفتيات اللي يخاطرن مثلا من داخل اريتريا، لكن ان تتم هذه المخاطره بالخروج الى البحار والى الصحاري امور مخالف لشرع الله، والناس الله يغنيهم يعني. فهذه الاشياء تساهل اولياء الامور مع الفتيات في هذه الامور هو اللي قاعد يجلب عن الشر. بنت اغتصبت وكم قتلت وكم بنت تعرضت لاذى. فانا كلمه الشعب الاريتري يعني الرزق لا ياتي بالانسان بتواجده في قطر اخر او غير ذلك، الرزق من عند الله. ما دام البنت وصلت الى مكان الامان لا ينبغي المغامره والخروج الى مجاهل من غير ولي امر. هذه المساله هي اللي جايبه مشكله كبيره جدا، ونسال الله العفو والعافيه. وانا الان هذه مداخله سريعه قد تقاتلكم ان شاء الله لان الجمعه جاءت. بارك الله فيك، شكرا لك على هذه المعلومات، ونسأل الله تعالى أن يغفر لهاتين الفتاتين وأن يرحمهما برحمته الواسعة وأن يجعلهما شهيدتين. شكرا لك أبو الرشيد. مداخلة أبو الرشيد جميلة جدا في مسألة توجيه الإريتريين في عدم إرسال بناتهن إلى بلاد الغرب لوحدهن.
خلينا أولا نعرج على السفر إلى بلاد الكفار أصلا، نعرج على هذا الموضوع، بعدين نتكلم عن خروج الفتاة أصلا من غير محرم، من غير أخ، من غير، ومرورها بهذا الموضوع. تعليقكم شيخ محمد. جميل، جزاك الله خير. طبيعة الحال يعني كل الناس ربما يمرون بظروف الحالية ويتحججون بها سفرهم إلى دول الغرب، ولكن كما نرى يعني دول الغرب قد يكون هذا يعني له حلقة خاصة يتكلم فيها، لأنه يعني موضوع كبير ومتشعب جدا. لكن إرسال هاتين الفتاتين وأمثالهما إلى دول الكفر أو كمان إلى السفر بشكل عام، هذا ما حذر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المرأة ضعيفة، فإذا كانت ضعيفة تحتاج إلى من يحميها، وعدم وجود من يحميها يحدث مثل هذه الحوادث. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني عندما وجه لا يحل لامرأة مسلمة أن تسافر مسيرة يوم وليلة مع غير إلا مع محرم. المحرم وجوده فقط هو حماية، هيبة سبحان الله. يعني إذا رأينا نساء المسلمات عندما يخرجن للأسواق ومعهن ولد صغير 6 سنوات 7 سنوات مميز، اللي يراه يخاف. صحيح. ما بال إذا كان من يحميها رجل كبير، أخوها، أبوها، زوجها. فلذلك يعني الأمور هذه لا بد أن ننظر إليها بعين الاعتبار. خروج مثل هذا إلى سفر طويل قد يعرض بناتنا لمثل هذه الفاجعة. الفتاة الإريترية شيخ محمد تخرج من بيتها تعرض لفقدان شرفها وعفتها، وهي تسير في السودان، وهي تسير في ليبيا، وكذلك ربما أيضا سقطت وماتت غريقة في بحار الهجرة. وإذا سلمت من هذا كله تذهب إلى بلاد أوروبا، بلاد الكفار، فتضيع دينها وتضيع أخلاقها، إلا من رحم الله، وقليل ما هن، إلا من رحم الله وقليل ما هن. واليوم نسمع هذه الفاجعة العظيمة، أن المرأة الإريترية المسلمة تعرض للقتل بدم باردة في بلاد التي تدعي الديمقراطية وتدعي بأنها لديها قوة رادعة وحماية للمرأة. فأين حماية المرأة؟ البلاد التي تدعي بأنك إذا رفعت صوتك على هذه المرأة فإن مصيرك السجن. كثير من رجالنا ومن إخواننا شنطهم وحقائبهم على الباب. نعم، لمجرد أدنى خلاف تقول له اخرج برا وتطرده من بيته، وتخالف شرع الله بذلك، وتخالف شرع الله بذلك. واليوم تقتل بأبشع صور القتل، بآلة شجر. الحقيقة أنا لا أريد أن أقلب المواجع على أهل القاتل وعلى أهل المقتولين، لكن هذه قضية تهمنا جميعا، ولا تهم فقط هذين الأسرتين، همنا جميعا، لأن هاتان البنتان مسلمتان، يعني أخواتنا، أنهن أخواتنا. ولذلك إخراج المرأة بالشكل هذا يا شيخ محمد، إني أخاف تقولون أنه ينتهي الوقت وإحنا ما ذكرنا، هل يحق للفتاة أنه يقتل مسلمة بسبب أنها رفضت الزواج به؟ هذا السؤال كنت سألته قبل. تفضل يا شيخ، نعلق عليه. هذا الكلام شيء عجيب. يعني أنا أخشى ما أخشاه أن الشباب هؤلاء ما وجدوا المربي، تربيتهم أصبحت من الأفلام الغرامية، الأفلام البطولية الموهومة. عندما يرون الشاب يختطف بنات ويخرج من بيوتهن ويتزوجهن وإلى آخره وكذا، يعني هذه أصبحت مثال لهم، ولذلك يقدمون على هذه الجرائم. لكن هذا صحيح يا محمد، يعني الرفض من الفتيات في البيوت كثير، والشاب يرفض وفي بيت آخر يقبل. هذا عشنا 50-60 سنة عشنا هذا.
يحق يعني ليس للخاطب فقط، يحق لأبيها أن تقول لا أريد فلان أن تزوجه. كيف بغريب لا تعرفه ولا يعرفها تريد تسكن معه؟ بل يحصل خطبة وتراها ويراه وقبل كتب الكتاب تقول أنا لا أريده، يا بنتي لا تخجلين قدام الناس، أنا لا أريده نهائيا. فيذهبون للرجال ويقول له يا أخي نعتذر لك، ويقبل بكل صدر محرم. ما الذي حدث الآن؟ غريب، شيء غريب. ويعني إذا أضفنا إلى ذلك البنات كثير تبارك الرحمن، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني في آخر الزمان يكثر النساء، البنات كثير. هذه ما وافقت ستوافق غيرها. رفضت فاطمة خذ صالح. هل يحق إلى أن تزهق روحها؟ شيء غريب. وما الذي تكسبه من وراء ذلك؟ إنما هو فقدان نفسك كذلك. يعني الآن إن كانت الدولة التي هو يعيشها لا تقيم شرع الله سبحانه وتعالى لا يقتل بذلك، لكن عمره المديد سيعيش في السجون، وسيخسر حياته الطويلة، وسيخسر دراسته وأهدافه، وخسر بذلك سمعة أسرته، وخسر خدمة أسرته. يعني شيء عظيم سبحان الله. بعدين أيضا شيخ محمد سمعنا أن البنتين مسلمتين ملتزمتين بحجابهن مؤدبات، يعني سبب الخروج من إريتريا أنت عارف الموضوع، الناس كلها تخرج بسبب الأوضاع، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهاتان الفتاتان كانتا تؤملان أن يعني يقوما بخدمة أهاليهما في داخل إريتريا أو في خارج. الحقيقة يعني نطلب منكم شيخ محمد العزاء والدعاء لهاتين الفتاتين. نعم حقيقة هو كذلك. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم أجر أهلهن، في البداية أن يغفر لهما ويرحمهما ويتقبلهما في الصالحات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدلهما دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهما في الصالحات. وكذلك نعزي أهل هذه الأسرة المفجوعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدلهما وأن يصبرهما وأن يربط على قلوبهم بإذنه سبحانه وتعالى. هذا قدر الله سبحانه وتعالى، وأمر الله سبحانه وتعالى يتقبل أو يرضى به مهما كان أمره. هذا ما نصبر به أهل هذين الفتاتين. نعم. وصيتكم للشعب الإريتري في الاهتمام بالنساء والفتيات. نعم هذا أمر عظيم وصى به النبي صلى الله عليه وسلم. بل النبي عليه الصلاة والسلام في العيد بعد أن خطب خطبة عامة لجميع المسلمين خص خطبة خاصة للنساء. هذا يعني يدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم، بل اهتمام الإسلام بهذه المرأة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في موته عليه الصلاة والسلام وصى بأمرين، وصى بالصلاة ووصى بمن؟ بالمرأة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر وصية النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء النساء، فلا بد أن نحرص وصية النبي عليه الصلاة والسلام وحرص الشرع عليهن، نربيهن كما أمر الله سبحانه وتعالى، ونحفظهن كما أمر الله سبحانه وتعالى، وكذلك يعني ندافع عنهن كما أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من كن له 3 جواري أحسن تربيتهن، يعني من قام بأمرهن الله سبحانه وتعالى جعل جزاء له الجنة. لماذا؟ يعني لعظم هذا الأمر واهتمام الإسلام بأمر المرأة. نعم شيخنا. الحمد لله. وشعبنا الإريتري أيضا هو مهتم بالمرأة المسلمة، ومهتم في تربيتها وتوجيهها وتأديبها، وأيضا بالأمر بحجابها. والحمد لله احنا في إريتريا لدينا حجاب النقاب كامل، وهذا الذي ورد عن رسولنا الكريم وعن أمهات المؤمنين بأن كنا حجابهن كاملا لا يرى منهن شيئا. وهناك أيضا حجاب الذي هو بكشف الوجه واليدين، وهذا أيضا بفتوى معتبرة موجود في بلادنا الحمد لله. والتي لا تتحجب من بناتنا تعرف نفسها أنها مخطئة وأنها مرتكبة لحرام، والشعب يعرف أيضا أنها
خرجت عن المألوف وخرجت عن التربية، وإذا لبست البنطال وكان شعرها مكشوفا يعرفون أن هذه مقصرة وأن هذا ليس لباس المسلمة، بدليل أنها إذا جاءت تصلي تغطي شعرها وتلبس حجابها وتغطي سوءتها وتقف بين يدي الله متحجبة. فالحمد لله شعبنا الإريتري شعب مسلم يفتخر بحقيقة بدينه ويفتخر بتربيته. فرحم الله زهرة ويسرى وأدخلهما الجنة وعوضهما عن شبابهما خيرا، عوضهما عن شبابهما. بالأمس القريب كنا نتحدث عن حبيبنا أسامة إدريس رحمه الله، هو شاب أيضا مات فجأة بصعق كهربائي وهو شاب لم يتزوج. واليوم نحزن لهاتين الفتاتين أيضا اللتان ماتتا بظلم وقتل وكما يقولون بدم باردة وفقدتا شبابهما. كانتا هاتان الفتاتان مثل بقية الفتيات يتمنين الزواج والإنجاب وأن يعيشن الحياة الكريمة وأن يكون لهن، ولكن جاء القدر وحصل ما حصل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. شيخ محمد عبد الله أتوجه، شيخ محمد عبده أتوجه إليكم بالشكر الجزيل وتحية عطرة لشيخنا الشيخ محمد عبد الله، اسمك على لساننا يا شيخ. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تغفر لهاتين الفتاتين، اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما وعف عنهما وأكرم نزلهما وأدخلهما الجنة، واجعل قبريهما روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النيران. اللهم ارزقنا الصبر والسلوان على فقد هاتين الفتاتين، لا نعرفهما ولكن نعرف أنهما مسلمتان، ولذلك نحن حزينين عنهما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجبر كسرنا واجبر كسر أهاليهما، اللهم ثبت أهاليهم على الخير، أنزل ربنا أفرغ عليهم صبرا، اللهم أفرغ عليهم صبرا وارزقهم الصبر والسلوان. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اغفر لهاتين الفتاتين، اللهم إنهما قادمتان لك وأنت أرحم الراحمين. اللهم ارفع الظلم عن الشعب الإريتري خاصة وعن جميع الشعوب المسلمة عامة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم توجهنا إليك بالدعاء فلا تردنا خائبين. اللهم أصلح بلادنا، اللهم أصلح بلادنا، اللهم تشردنا وضعنا وضاعت أعراضنا وضاعت أخواتنا وضاعت أبناؤنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعل لنا من أمرنا رشدا، اللهم اجعل لنا من أمرنا رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، نعزي أنفسنا ونعزي الأسرتين ونعزيكم على هاتين الفتاتين، ونسأل الله تعالى مرارا وتكرارا أن يرحمهما وأن لا يتكرر مثل هذا، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.